كده تمام. معانا الصينيه اللي هنشتغل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل هنا بالخليط. طبعا انا مسخنه الفرن مسبقا. الكيك بيحتاج ان الفرن يكون سخن الاول. انا هدخلها على الرف من تحت على فرن ساخن، وبعد كده هطلعها حبه صغيره تحت الشوايه، ونرجع نكمل الفيديو مع بعض ان شاء الله. كل حبايب قلبي خرجت الكيك من الفرن، سبته لما يبرد تماما. عملت هنا عصير مانجا تقيل بالشكل ده، ودي خطوه اختياريه، لو مش عايزه تحطيه مفيش اي مشكله خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي كل متابعيني ومشتركيني واللي كمان هيشرفوني بالاشتراك، انا وصلت هنا لنهايه الفيديو.